مش لاقي هدف لحياتك تعيش ليه، ومش عارف تحدد شغفك اللي هو بيعمل لحياتك معنى ويرضيك عن نفسك ويخليك مبسوط. انت كل يوم بتتفرج على فيديو او تقرا لحد بيتكلم عن الشغف وان لازم تكتشف شغفك وتحدد هدفك في الحياة، وكأن الموضوع سهل وتقدر تعمله في غمضة عين. وللاسف كل ده يعني بيحطك تحت ضغط وجالك طول الوقت وبيستنزف من طاقتك ومن تفكيرك ومن دماغك علشان عايز تكتشف ايه هي الحاجة اللي هما بيتكلموا عنها ومش لاقيها، وتتوه اكتر ما انت تايه. للاسف انت متخيل ان بيجي لي اسئلة على اسك من طلبة وبيفكر في الانتحار بسبب الموضوع ده، وطلبة اغلبهم في كليات طبية وناجحين في دراستهم بس عندهم ضغوط نفسية كلها تحت عنوان شغفي وهدفي في الحياة. فلو انت من الناس ديت يبقى الفيديو ده ليك. يلا بينا. هتكلم في الفيديو ده معاك على 3 حاجات يهدوا من روعك وجلجك والضغوط النفسيه اللي عليك بسبب الموضوع اللي واخد اكبر من حجمه في دماغك للاسف. رقم 1، طريقه كلامنا عن شغفك في الحياه. ده بيدي انطباع عن الحياه ان هي ماشيه زي الخط المستقيم، مع انها في الحقيقه مش كده خالص. حياتك بتمر ب4 فصول زي فصول السنه ال4. الصيف وهو لما كل حاجه في حياتك تكون مثاليه وواصله لقمه انتاجيتك وسعادتك. الخريف لما تبدا حاجات تقف كده في حياتك ويبدا يجيلك شعور بالتوهان. الشتاء لما تكون ضايع تماما ومش لاقي معنى لحياتك ومكتئب. ربيع لما يبدا بقى يظهر حاجات صغيره في حياتك تديها معنى وتبدا تحفزك وتشجعك للدخول في فصل الصيف وهكذا. يعني من الاخر الحياه مش ماشيه في خط مستقيم، الحياه فيها تغيرات باستمرار، وتغيرات للاحسن وللاسوء. انت ممكن يكون عندك شغف النهارده بحاجه وكمان سنه بحاجه تانية وكمان 5 سنين بحاجه ثالثه. اللي يقول لك ان ليجي شغفه اللي هو هيكمل معاه 30 سنه لقدام يبقى بيشتغل نفسه وبيشتغلك، لان الكلام ده مش منطقي خالص وضد طبيعه البشر. عشان كده انت شيل من دماغك ضغط انك تلاقي شغفك في الحياه وركز بس على انك تلاقي شغفك بتاع النهارده. رقم 2، شغفك في الحياه مش لازم يكون في مجال شغلك. طبعا لو انت شغال في مجال شغفك او يبقى الحاجه اللي انت بتعملها ديت هي الحاجه اللي انت بتحبها، ده عظيم بما انك بتقضي فيه اغلب وقتك، لكن مش لازم يكون طول الوقت شغفك هو شغلك. انت بتدي وقت للحاجه اللي هي شغفك فيها علشان تحس بالسعاده والتغيير والاضافه في حياتك، لكن مش لازم يكون هو مجال شغفك الاساسي. فممكن يكون شغفك دوت حاجه انت بتعملها كحاجه جانبيه، وممكن مع الوقت لو انت حابب وبقيت جاهز ومستعد انك تاخد الخطوه وتعمل كارير شيفت ويكون في مجال شغفك بعد كده، الحاجه اللي انت بتحبها وشغال فيها طول الوقت. فبلاش انك تضغط نفسك انك تشتغل فيها من دلوقتي، خفف على نفسك وخليها حاجه جانبيه لحد ما تحس انك خلاص بقيت فعلا كويس وانك الحاجه ديت انت بتحبها اكتر وانك قادر على انك تاخد خطوه التغيير، وساعتها هتتغير وانت اكتر راحه. رقم 3، للاسف الشديد بنتكلم دايما على الشغف في مجال واحد وهو العمل، مع انه جانب واحد بس في حياتنا اللي هتلاقي فيها جوانب تانية كتير. انك مثلا هتكون زوجة او زوجة ناجحة، انك هتكون اب او ام، هتكون صديق، هتكون زميل عمل. في حياتك مليانة جوانب كتير والشغل ده جانب واحد بس. فلو انت ركزت على ان شغفك طول الوقت انك تربطه بشغلك، ده هيبقى انت بتهمل كل الجوانب التانية اللي في حياتك. فايه الفايدة من انك طول الوقت تكون بتفكر في مجال عملك اللي هو شغفك وعايش عليه ليل نهار، لكن كل اللي حواليك مش بيحبوك، او زوج فاشل او زوجة فاشلة او اب ما بيعرفش حاجة عن ولاده او صاحب مش جدع مع اصحابه او مهمل في صحتك. فالحياه مليانه جوانب كتير، وسع مجال نظرك. فالمعنى الحقيقي لحياتك بيجي من التفاصيل الصغيره اللي في يومك واللي انت بتعيشها وبتعملها. عيش حياتك بتوازن بين كل الجوانب ديت، وطور نفسك كل يوم عن اللي قبله، وشيل كل الضغوط اللي عليك، وخليك رؤوف بنفسك. واسف على الاطاله، ما تنساش بقى انك تعمل لنا متابعه، يعني تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس. كمان لو انت محتاج ان حد يمشي معاك سكه نجاح ويساعدك في حياتك، كلمنا على كل وسائل التواصل اللي هتلاقيني سايبها لك في وصف الفيديو اللي انت بتسمعه. ما تترددش انك تبعت لنا، ولو مش عايز نعرف انت مين هتلاقيني برضو سايب لك لينك الصراحه اللي احنا بنستقبل عليه كل المشاكل. ما تترددش انك تبعت عليه، واحنا هنكون بنعمل لك فيديو وبنشاركه يوم الجمعه. اسمع كل المشاكل اللي احنا بننزلها يوم الجمعه، ولو تقدر تساعد فيها يبقى ده هيتحسب لك في ميزان حسناتك. سلام.